السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل حاجة حلوة جميلة قوي قوي، جاتو كده من لا شيء. اول شيء هنسمي بالله ونصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الحاجة الحلوة دي ازاي. إيه، فاكرين بسكوت النشادر اللي انا كنت عاملاه من كام يوم؟ دول اخر حاجة انقذتهم الحقيقة يعني، وخبيتهم كده من ولادي عشان اعمل بيهم الوصفة الحلوة دي. دي حوالي ربع كيلو شوكولاتة مطبخ خام، وانا معايا هنا كيلو لبن، ومعايا معلقتين كبار دقيق ومعلقتين كبار من النشا. هدوبهم في كوبايه، يعني هم 4 كوبايات لبن، انا واخده منهم كوبايه على جنب اهي. بقلب فيها النشا والدقيق لحد ما يدوبوا تماما، ولو حاسه ان هم مش دايبين تماما صفيهم. اللبن هنا كان سخن، يعني داخل على غليان خلاص. انا معايا هنا باكو من الجيلي، جيلي الفراولة، ممكن تحطي اي نوع جيلي يعجبك. بحط عليه كوباية مية سخنة وبدوبه، وبعدين هحط كوباية من المية الساقعة تاني. هنا بعد اللبن خلاص ما داخل على الغليان، يعني رحت حاطة عليه الكوباية اللي فيها النشا والدقيق، وقلبتها لحد ما بقت كريمية بالشكل الجميل ده. واحط شوية فانيليا. انا حطيت هنا معلقتين بس من السكر، لان انا عندي البسكوت فيه سكر، والشوكولاته طبعا مسكره، والجيلي مسكر، فانا حطيت معلقتين بس عشان المهلبيه بتاعتي تسكر، حاجه بسيطه يعني. وشويه فانيليا كده، بكوين من الفانيليا وخلاص انا كده خلصت المهلبيه بتاعتي، او القشطه الكدابه زي ما بيقولوا عليها على جنب كده. ممكن تحطي مكعب زبده، ممكن تحطي علبه قشطه، اختياري يعني، اللي يعجبك وتحبي تعلي التست حطي، مفيش مشكله خالص. انا معايا الجيلي هنا، طبعا هنا سخن، فانا حطيت نص كوبايه كمان من الميه الساقعه عليه عشان يبرد بسرعه. المفروض احط كوبايه تانية بس انا عايزاه مركز شويه. الشوكولاته بتاعتي هنا كانت ساحت، انا حطيت عليه حوالي 4 او 5 معالق من الزيت عشان يخففوها شويه. البسكوت هكسره عشوائي. بصي اي نوع بسكوت، يعني انا ده البسكوت اللي انا كنت عاملاه وشلت شويه منه علشان اعمل الوصفه الحلوه دي بيه. انت ممكن تجيبي علبه بسكوت اي نوع، مفيش اي مشكله من اي نوع، حتى لو بالكاكاو يعني فانيليا اي حاجه مش هتفرق خالص. بقطع البسكوت هنا قطع كبيره، يعني مش عايزاه مفرفت قوي او مهروس قوي. لحد انا كده لحد ما كسرت البسكوت كله، وهحط الشوكولاته شويه شويه عشان انا عايزه اشوف شويه البسكوت دول هيلفوا بقد ايه من الشوكولاته. اول ما احس ان هي خلاص كده لمت هستكفى. بس بقلب البسكوت بتاعي كويس، بغلفه كله بالشوكولاته كويس عشان لما اجي ابططه هنا يكون كل قطعه فيه مغلفه بالشوكولاته. حاجة كده جميلة، عاملة زي السحر بصراحة. أكنك بتاكلي تورتاية جميلة من يعني لا شيء، ما كلفتنيش حاجة، كلها حاجات بسيطة وأي حد مبتدئ هيعملها بمنتهى السهولة. وطبعا الطبقات دي انتي ليكي حرية الاختيار، تعليها أو تخليها سمكها قليل زي ما يعجبك، مفيش مشكلة خالص. انا هنا عامله طبقات يعني معقوله الى حد ما. ورق الزبده ده انا حطيته علشان لما اجي اطلع القالب يطلع معايا بسهوله، ما يبقاش لازق من الجناب. بس الحقيقه هنا انا حصلت معايا موقف هوريه لكم دلوقتي. بعد ما بططت البسكوت كده وفضيت المهلبيه بتاعتي بالشكل ده وهي سخنه، مفيش مشكله خالص. هي مش هتطر البسكوت لان البسكوت مغلف بالشوكولاته، يعني البسكوت بتاعنا هيفضل ناشف زي ما هو. وهنا بعد ما عملت طبقة، يعني انا سبتها بردت، ما دخلتهاش تلاجة، سبتها بس بردت، راحت عاملة طبقة كده سميكة شوية. ابتديت افضي الجيلي بتاعي فوق معلقة، لانك لو فضيتيه من غير معلقة هيخرم المهلبية وهيطلع على الوش. بصي هنا الصينية دي انا كنت لازم احط ورق الزبدة من تحت، لقيتها طبعا خرت الجيلي من الجناب من تحت كده زي ما انت شايفة. فنزل من الجيلي ده كتير، يعني نزل من الجناب كتير. فانت لو هتعملي في صينيه زي دي يبقى ضروري ان انت تغلفي الطبقه اللي تحت كمان بورق زبده، يعني تعمليه زي كده، لان طبعا الجيلي نزل فعلا واتسرب ونزل من الجناب، خلى الجناب عندي هنا لازقه، ومبقتش عايز تطلع بسهوله. يعني انا هنا حاولت اسلكها كتير بالسكينه لحد ما طلعت، ده طبعا لاني انا ما حطيتش ورق زبدة، فنزل الجيلي بتاعي ونزل من تحت. بس يعني انقذنا ما يمكن انقاذه، نفعت برضو ما فيش مشكلة خالص يعني.
وطلعت طعمه قوي قوي. بتاكلي حته جاتوه، بتاكلي حته تورته، حاجه كده جميله. واي حد مبتدئ هيعملها، حتى لو ولد هيعملها بمنتهى البساطه. اولادكم الصغيرين يعملوها بمنتهى البساطه، لان هي ما فيهاش اي شغل، يعني سهله. بصي، وقطعتها كده كل قطعة عاملة زي حتة الجاتوه. عجبت ولادي قوي، وكانت مفاجأة بالنسبة لهم، يعني بيقولوا لي ايه دي يا ماما، عملتيها ازاي، عملتيها امتى، لان انا سبتها في التلاجة من الصبح لحد بالليل. عبال ما خلصت بقى كده كل اللي ورايا، وعلى روقان قطعتها، وقعدنا ايه احتفلنا مع نفسينا بأي مناسبة كانت. يا رب تعملوها وتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.